ملحقتش تفرح ببنتها ولا تملي عينها منها، ملحقتش تذاكر لها وتسهر معاها الليالي، ملحقتش تحقق اللي نفسها فيه مع جوزها ويعملوا أسرة صغيرة. سارة الخراشي رحلت بعد ولادتها بأيام، ورحلها أثر في كل الناس، مش قرايبها بس ولا اللي يعرفوها بس، وده بسبب اللي كان بيكتبوا عنها زوجها. ايه اللي حصل لها وكان ايه السبب في رحيلها فجأة كده؟ هل ليه علاقة بولادتها فتعبت وفرقت الحياة، ولا حصل لها حالة نفسية معينة فزعلت وكان مصيرها انها ترحل، ولا في كل الأحوال ده قضاء وقدر وده نصيبها أكيد، واللي بيمر بيه جوزها الساعات اللي فاتت صعب جدا. سارة ما كملتش سنة جواز، اتجوزت في شهر يناير 2023 ورحلت في نوفمبر من نفس السنة. ما لحقتش تفرح بشقتها ولا بحياتها الزوجية، وفرقت الحياة بعد ولادة بنتها بحوالي شهر. الساعات اللي فاتت عاش الجمهور على السوشيال ميديا حالة حزن كبيرة جدا على سارة بنت دمنهور، وده لأكتر من سبب. إنها رحلت في عز شبابها وما كملتش سنة جواز، وما لحقتش تفرح بحياتها بعد الجواز ولا ببنتها بعد ولادتها، ولا تاخدها في حضنها زي ما كانت بتحلم. واللي وجع قلوب الناس كلام زوجها عنها من بعد الولادة ولحد ما فرقت الحياة. زوج سارة خالد دندن كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك كلام مؤثر جدا، ومن بعد تعبها بعد الولادة وهو كان متعلق إنها ترجع لحياتها وبيتها زي الأول وأحسن، وكان بيدعي ويطلب من الناس يدعوا لها، ولكن للقدر رأي تاني ونصيبه إنه يتحرم منها وبنته تتيتم من قبل ما تشوف والدتها. خالد كتب قبل رحيل سارة بأيام: حبيبتي هتقومي بالسلامة وترجعي أحسن من الأول عشان خاطر بنتنا، بلاش عشان خاطري، هتقومي عشان وعدتيني مش هتسيبيني، بنتك مستنياكي يا حبيبتي تربيها وتروحيها بيتنا وتخليها تشوفك زي ما قلت لها. ربنا هيشفيكي أنا واثق، وهتفوقي وهتبقي زي الفل عشان ما أقدرش أشوف فيكي أي حاجة وحشة، الكل بيدعيلك يا كل حاجة حلوة في حياتي. ولكن بعد فترة قليلة جدا من كلامه ده اللي كان نفسه يحصل، لكن ما حصلش، وسارة فرقت الحياة. وكتب خالد كلمات مؤثرة وقال: يوم 23 أكتوبر 2023 يوم ولادتك، ويوم 23 نوفمبر 2023 يوم ما ربنا اختارك تكوني في جنته. بنتك اتيتمت بعد شهر، ده اختبارك وده قرارك يا رب. يوم عيدها بعده بأسبوع سنويتك. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم اجرني في مصيبتي وكثفوا الدعاء بالرحمة لمراتي وقرة عيني وكل حاجة كانت وهتكون حلوة في حياتي. اختارك ما تكمليش حياتك معايا، لكن اختارك تروحي وتسيبيني وتسيبي بنتك. يا رب رضيت بقضائك. الزوج حياته فجأة اتقلبت رأسا على عقب، وبعد شهور ليها من التعب في الحمل وبعد حاجات كتير مروا بيها سوا طول ال8 شهور، ما كانش حد يتخيل إنه ممكن يجي عليه يوم ويربي بنته لوحده بدون شريكة حياته. البعض اعتقد إن ده جايز يكون حسد، خاصة إنهم لسه متزوجين وخلفوا على طول والعين فلقت الحجر. والبعض شايف إن ممكن يكون حصل لها اكتئاب ما بعد الولادة، ومش بالضروري يكون سبب عضوي، ممكن يكون سبب نفسي وبيحصل لستات كتير، خاصة لو كانوا صغيرين في السن ولسه أول تجربة ولادة. والبعض التاني شايف أيا كان إيه السبب ده مش المهم، لكن المهم إن الناس تدعي لها بالرحمة وإن ربنا يصبر زوجها ويعينه على تربية بنته اللي أكيد لما تكبر هتعرف قد إيه والدها كان بيحب أمها. ربنا يرحم سارة ويصبر أهلها وزوجها، إنا لله وإنا إليه راجعون.